خلاص يا اهلاويه، اللي حصل حصل، قدر الله وما شاء فعل. وخلاص احنا لازم نتعامل مع الامر الواقع ان النتيجه دلوقتي ان احنا كسبانين 2-1 في تقدم للاهلي طفيف. لكن لازم نتعامل مع الواقع. المطلوب مني ومنك دلوقتي كاهلاوي دعم الفرقه، دعم الفرقه فقط. مطلوب مني ومنك ندعم الفرقه، نقفل على الفرقه، نركز مع الفرقه، ندعمهم ونفهمهم ان احنا رايحين المغرب نكسب. مش رايحين ولا نتعادل ولا نخسر، لا احنا رايحين نكسب. وحط في بالك انت بتلعب على هناك على اكتر من نتيجه. انت لو ما دخلش هناك فيك اي اهداف كسبت البطوله بمنتهى السهوله. لو خسرت بفارق هدف ما عدا 1-0 كسبت البطوله. لو اتعادلت باي نتيجه كسبت البطوله. لو كسبت طبعا خلاص كسبت البطوله. فبالتالي انت بتلعب على اكتر من احتمال. فاوعى توصل احساس واوعى تكرر نفس غلطه السنه اللي فاتت ان احنا نروح مهزومين من قبل الماتش. السنه اللي فاتت رحنا مهزومين من قبل المباراه وبالتالي خسرنا. لا السنه دي احنا رايحين نجيب البطوله من كازابلانكا وهنجيبها ان شاء الله. فالدعم لكل الفرقه، وزي ما عملناها في 2006 و2012 ان شاء الله هنعملها في 2023.